عمر أنا محتار، أنا واحد gaming وعايز ماوس يكون كويس للgaming وكمان يكون الحساسية بتاعته كويسة جدًا، لإن أنا باتجاب one shot على طول من الماوسات اللي معايا، لإنها هي كلها بتبقى وحشة جدًا، فأنا عايز حاجة تكون أقل من ال1000 جنيه وتكون حاجة على ذوقك، ويُفضّل كمان إن هي يكون فيها ضمان، بس كده؟ تعالَ، أنا جايب لك معايا النهارده الماوس الLogitech G102 الماوس ده فيه حاجات كتير جدًا مميزة جدًا وبسعر أقل من ال1000 جنيه، ركّز معايا عشان كمان في حاجة حلوة جدًا في آخر الفيديو. أول حاجة الماوس ده بيتميز إن هو وزنه خفيف جدًا، وكمان هو الوزن بتاعه متوزع في كل حتة في الماوس، فأنت مش هتحس إن في إيدك بتوجعك بعد فترة طويلة من الاستخدام. ده غير كمان إن الماوس هنا فيه كمان أنوار RGB تقدر تتحكم فيها من خلال الأبلكيشن اللي موجود أصلًا في الكمبيوتر، وده غير كمان إن هو جايب حساس أصلًا بحاجة للgaming عشان يقدر إن هو يدّيك حساسية كويسة جدًا. الماوس ده حرفيًا لو اترفع شوية إنش واحد بس من عن سطح المكتب مش هتلاقيه بيتحرك معاك، وده بيدّيك sensitivity عالية جدًا. ده غير كمان إن المستشعر بتاعه بيوصل لغاية ال200 DPI لغاية ال8000 DPI، فطبعًا أنت هتلاقي عندك حساسية عالية جدًا. ده غير كمان إن الميزة بتاعته اللي أنت تقدر إن أنت تحدد الDPI المخصص ليك من عن طريق برضه الأبلكيشن من جوّه، زي ما أنا برضه ما عامل، أنا عامل DPI مخصص ليّا هو ده اللي أنا شايفه perfect بالنسبة لي. الscroll wheels كمان اللي موجودة في الماوس هنا بتدّيك feedback حلوة جدًا على كل حركة أنت بتعملها، بيبقى شكلها لذيذ جدًا. ده غير كمان إن الماوس هنا كمان فيه زراير من الجنب تقدر كمان إن أنت تبرمجها من عن طريق الأبلكيشن يدّوك اللي هو البرمجة اللي أنت عايزها. فطبعًا الماوس يعتبر كامل متكامل من كل حاجة. والحاجة بقى المفاجأة الأخيرة إن الماوس هنا كمان السعر بتاعه لو أنت هتلاقيه على دريم 2000 أو هتلاقيه على أمازون بيوصل من 900 800 جنيه، ولو أنت عندك فيَّز مشتريات هتلاقيه إن هو مثلًا عندك في حالًا بيوصل لغاية 600 جنيه، فطبعًا الماوس يعتبر كامل متكامل من كل حاجة. ده غير كمان إن المفاجأة الأخيرة اللي معانا إن الماوس هنا كمان معاه ضمان سنتين من الوكيل المعتمد بتاعه System Max، فأنت لو رُحت جبته من هناك هتلاقي إن هو موجود عليه ضمان سنتين، وبس كده.